التركيب الكيميائي للميه، يا نهار ابيض، هي الكيمياء دي ورانا. لا، وبيقول لك كمان الخواص الكيميائيه للماء. يا نهار ابيض، يعني مش تركيب كيميائي وبس، ده كمان عايز مننا الخواص الكيميائيه. ده الدرس ده شكله رخم جدا. بس في ايه؟ ايه المشكله؟ تركيب كيميائي وخواص كيميائيه للميه ده من اسهل ما يكون، واللي مش مصدق فليلا بينا، يلا بينا على الحصه. ايه في ايه؟ موضوع سهل جدا. انا سامع خناقه على الخواص الكيميائيه للميه. طب ما يلا بينا، صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على النبي محمد. طلابي حبايبي طلبه اولى ثانوي من اول اسكندريه لحد اسوان، قبل ما ندخل على التركيب الكيميائي للماء والخواص الكيميائيه، بعد ما فهمنا يعني ايه ميه في اول درس، وعرفنا اهميه الميه للحياه كلها بالكامل، وعرفنا الايه اللي بتقول قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء كلمه افادت العموم والشمول، تشمل كل ما على الارض. مسبب الحياه الاول هو الميه. طب يا مستر فهمنا الميه دي عايزه تقول ايه؟ كلمتين الاول جمال. حبايب قلبي ونور عيني، دي تسمى باسم كلمه خليه. وانا عندي الخليه سواء نباتيه او حيوانيه لها غشاء بيسموه الغشاء البلازمي. جميل. هذا الغشاء يحيط بالخليه. تمام. طب الخليه عايزه مواد لازمه لها، زي مين؟ زي الاملاح، زي معادن وعناصر مفيده. انا عايز ادخل المواد دي الى داخل الخليه. لن تستطيع ادخال تلك المواد لداخل الخليه الا في وجود مين؟ الميه. اذا ذوبان تلك المواد مع الميه يعتبر الميه اوبر كريم تاكسي لنقل تلك المواد من خارج الخليه الى داخل الخليه، عابره من غشاء الخليه المسمى بالغشاء البلازمي. ده مش كده وبس، لو الخليه عايزه تخرج فضلات، لان تراكم الفضلات في الخليه اولادي حبايبي برضو يضر الخليه، لابد من طرد الفضلات مصطحبه معها الميه. يعني الميه هي وسيله الخروج للفضلات. طب ينفع اخرج الفضلات من غير ما يكون في ميه خارجه معاها؟ غالبا لا. طرد الفضلات من الخليه يتطلب وجود الماء عشان ياخد الفضلات ويعبر ايضا من غشاء الخليه. ده معناه ايه يا حبايبي؟ ده معناه ان الميه ماده بتدوب اغلب المواد فيها، اما لادخالها للخليه لو هي ماده الخليه محتاجاها، او لاخراجها من الخليه كالفضلات يا شباب. من هنا كان لازم ناخد تركيب كيميائي للميه، لا وكمان الخواص الكيميائيه. تحبوا نبدا بمين؟ نبدا بمين؟ برافو عليكم، هبدا بيه التركيب الكيميائي، وليكن البدايه مع التركيب الكيميائي للماء. من وانتوا اطفال في سنه رابعه ابتدائي، من اول ما قلنا يا علوم، كل اولادي عارفين ان الميه رمزها H2O، حاجه حلوه جدا. بس تعالى بقى ندي التركيب الكيميائي بجد للميه. هتلاقيها بتتركب من ذره اكسجين وذرتين هيدروجين. طب كل ذره مفككه بعيده عن الثانيه؟ لا طبعا. يربط الاكسجين بالهيدروجين ربطه تساهميه احاديه. طب والاكسجين بالهيدروجين ربطه تساهميه ايضا احاديه. اذا كده جزيء الميه يحتوي على رابطتان تساهميتان احاديتان. جميل. طب يا مستر ليه سموها رابطه تساهميه؟ لانها بتتكون نتيجه مشاركه، كل ذره من دول بتشارك بالكترون او اكثر. شباب لما نيجي اتنين يعملوا مشروع، انت فاهم يعني ايه؟ لما تيجي اتنين يعملوا مشروع، كل واحد بيشارك بجزء من الفلوس عشان كل واحد يكمل الاخر، صح كده؟ وليكن ذرة الاكسجين هنا هتشارك بالكترون، والهيدروجين ايضا هيشارك بالكترون، فنتج عن هذه المشاركة الرابطة التساهمية الاولى. الاكسجين هنا هيشارك بالكترون، والهيدروجين هنا هيشارك ايضا بالكترون، فنتج عن دي الرابطه التساهميه الثانيه. برافو. يبقى انا عندي هنا رابطتين تساهميتين، كل
ذرة من دول بتشارك بإلكترون لتكوين هذه الرابطة التساهمية. يبقى كده يا شباب زي ما انتم شايفين ان الأكسجين ذرة عاملة رابطتين تساهميتين، واحدة مع الهيدروجينة دي وواحدة مع الهيدروجينة دي. أثر مشاركتها بكام إلكترون؟ أيوه برافو على أولادي، ب2 إلكترون. الأكسجين اللي شاركت بالإلكترون ده وشاركت بالإلكترون ده، الهيدروجينة شاركت بالإلكترون ده وهيدروجينة شاركت بالإلكترون ده. يجي بقى كتاب الامتحان يروح سألني سؤال يقول لي إيه؟ الأكسجين ده عشان يعمل جزيء المية شارك بكام إلكترون؟ برافو على أولادي، ها؟ 2. الله ينور على حبايبي، برافو. كمل بقى معايا. الأكسجينة دي وزنها من كتلة المية قد إيه؟ تحفظ الرقم ده بعد إذنك، 88 و89%. يوه ده رقم كبير. ده معناه إن الهيدروجين 11 و11%. تخيل؟ طب الزاوية اللي بين الرابطة دي والرابطة دي كام؟ 104.5. تابع تاني معايا كده. الأكسجينة مع إنها ذرة واحدة واخدة من الكتلة بتاعت المية 88 و89%. يا نصيب الأسد. في حين إن الهيدروجين واخد تقريبي 11 و11%. أنت متخيل؟ متخيلة بنتي؟ ده معناه لو هناخد النسبة الأكسجين مقابل الاتنين هيدروجين، كأني بالظبط بقول 8:1. تخيل النسبة 8:1. طب اللي عايز يفهمها خد حتة مني ليك هدية، دي مش عليك في ترجمة الكتاب المدرسي بس عشان ولادي يفهموها. بص يا شباب، احنا عندنا الأكسجين عدد الكتل كام؟ 16، صح كده يا ولادي؟ طيب هروح جايب 16 ضاربهم في الاتنين أكسجين يساووا 32. حلو قوي. الهيدروجين أصلا عدد الكتل 1، هروح جاي ضارب 1 في 2 اللي هما الاتنين هيدروجين يطلع 2، واضرب الاتنين دول في الاتنين اللي بره اللي هما 2 هيدروجين اصلا. 1 في 2 ب2 مضروبين في 2 يبقى هنا 4. تعالى بقى 4 على 4 فيها الواحد، 32 على 4 فيها 8. فعلا النسبة 8:1، وده رقم بقوله لولادي عشان ياخدوا بالهم منه. ده وزن كتلة الأكسجين في جزيء المية. أما الهيدروجين حاجة في اللذيذ منه جدا جدا. ده يا جماعة بيبين لي ان التركيب الكيميائي للمية فعلا المية مادة سائلة، وطبعا موجود منها صلب وموجود منها غاز، بس انا عايز اتكلم عليها وهي في الصورة السائلة. فعلا هو سائل فريد من نوعه. هو سائل بس مش زي اي سائل. وخلي بالك من دي، الماء لا يوجد الماء نقي. ليه يا مستر؟ لان دايما الماء بيبقى ذائب فيه مواد ومركبات وايونات بتخليه دايما صعب جدا في الطبيعة ان تلاقيه الماء النقي ده خالص. ليه؟ لان الماء دايما بيذوب فيه مواد ومواد 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 ومواد. حبايب قلبي جميل. طيب كده نبقى ردينا على كلمة تركيب كيميائي اللي الأستاذ اللي كان واقف هنا من شوية عملها فيلم كبير وعملها لنا كيمياء كبيرة وادالي خلفية كأنه صعب. ولا صعب ولا حاجة. المية H2O زي ما انت شايف اهو، ذرة من الأكسجين 2 من الهيدروجين بينهم رابطتين تساهميتين أحاديتين. الأكسجين شارك ب2 إلكترون، واحد هنا وواحد هنا. كل هيدروجينة شاركت بإلكترون، اتعمل رابطتين المسافة بينهم والزاوية بينهم 104.5. يا شباب اوعى تنسى ان كتلة الأكسجين من المية 88 و89%، أما الهيدروجين 11 و11%، نسبة 8:1. اوعى تنسى ان المية لا توجد في الطبيعة على حالة ماء نقي، وإنما ذائب فيها مواد ومركبات وأيونات. ادي كلمة التركيب الكيميائي اللي انتوا بس مكبرين الموضوع. فتعالوا نرجع كده للفيلم ده اهو ونقول شكرا لكلمة التركيب الكيميائي. وده اول قصة من قصص حصتي النهاردة. يلا بينا بقى نروح على الخواص الكيميائية. لمين؟ الخواص الكيميائية للمية، وهي 3 خصائص بإذن الله النهاردة هنخلصهم.
ونطبق عليهم كام سؤال حلوين كده اهو، باذن الله يكون كل ولادنا فيهم متابعيني احسن متابعه. واللي عايز قطره حل والتريكات والحركات بتاع كل اللي بنقوله، تعالى لي بقى على منصه بسطتها لك وخش يلا معايا بسرعه احجز الكورس بتاعنا اللي انا عامله، يعني شبه يكاد يكون هديه لكل ولادي حبايبي باذن الله. قطبيه الماء خاصيه اولى، الماء مذيب عام خاصيه ثانيه، والاتزان الايوني للماء الخاصيه الثالثه. يلا بينا هنبدا باول خاصيه ونقول يعني ايه قطبيه الماء. تعالى بقى معايا كوبايه الشاي وركز بقى كده، وبنتي بقى تصحصح. ايوه انت، انا اقصدك انت، ايوه والولد الجميل ده. تعالوا ولادي حبايبي، يعني ايه قطبيه الماء؟ يلا نرسم الشكل ده تاني. ذره الاكسجين رابطه تساهميه، هنا هيدروجين هنا هيدروجين. حلو حلو حلو. خد بالك بقى، هنا كام الكترون؟ هنا في 2 وهنا 2. جميل. هل تعلم عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة أن ذرة الأكسجين لها قدرة على جذب إلكترونات لناحيتها أطول فترة ممكنة؟ يعني تقدر تجذب دول، خلينا كده نرسمهم اهو، تقدر تجذب الإلكترونات ناحيتها لأطول فترة ممكنة اهو، مما يجعل شحنتها سالبة جزئية. شحنة سالبة جزئية لأنها عندها قدرة على جذب إلكترونات الروابط التساومية. بص كده الإلكترونات راحت فين؟ سافرت لها، ويسميها أعلى سالبية كهربية. هي مين السالبية الكهربية ولادي؟ قدرة الذرة على جذب إلكترونات الرابطة التساهمية أطول فترة ممكنة. تاني، قدرة الذرة على جذب إلكترونات الرابطة التساهمية ناحيتها طبعا أطول فترة ممكنة. طب وده يخلي الهيدروجين ماله؟ يخلي الهيدروجين موجب جزئي. نفس الكلام. ليه؟ لأن الإلكترونات عندما تنسحب في اتجاه الأكسجين يصبح الشحنة بتاعة الأكسجين سالبة جزئية، أما الهيدروجين موجبة للبعد إلكترون. وأقول على الهيدروجين أقل سالبية كهربية. طبعا مفيش كلام، يعني الأكسجين أعلى في السالبية لأنها بتشد ده، أما الهيدروجين أقل. أنا حبيت أبين لأولادي الأمر باختصار. هجيب لكم ذرة الأكسجين وذرة الهيدروجين ونشوف على واقع كده إلى حد ما السالبية الكهربية. يعني معانا ذرة الأكسجين بدعوها لينا، فليتفضل ذرة الأكسجين، فليتفضل ذرة الهيدروجين. تعالوا نشوف. أدي الهيدروجين وأدي الأكسجين. تعالوا نشوف مين أقوى سالبية. أدي الرابطة التساهمية، امسك يا أكسجين وامسك يا هيدروجين. يبقى ده مين؟ ده الأكسجين. دكتور عبد الرحمن بقى هيطلعوا لنا هنا الأكسجين. وده مين؟ وده الهيدروجين اللي عمال يعمل له اندرتيكر بقى، يعني الواد شبيح، يعني ما يعرفش ان الاكسجين اعلى سالبيه. ما شاء الله حتى باينه. زي ما انا وريتك كده يا شباب، الاكسجين والهيدروجين وبينهم رابطه تساهميه وفيها نوعين من الالكترونات. بص كده لما الاثنين بيشدوا، بص بيحصل ايه؟ خدت بالك ان الرابطه الالكترونات اللي عليها راحت في اتجاه مين؟ في اتجاه الاكسجين، فاصبح الاكسجين ما شاء الله اكبر سالبيه. اما الهيدروجين اللي واقف قدامكم بيضحك ده ابيض زي اللب الابيض ده اقل سالبيه الكترونيه. شكرا يا عم الهيدروجين، شكرا يابا، شكرا لسياده الاكسجين، اشكرك. بكده فعليا عرفنا ان كلمه سالب كهربي يعني بيجذب ليه الالكترونات، اقل سالبيه كهربيه ما بيقدرش يجذب ليه. طب ما كده يخلينا اقول على الميه مركب قطبي. طب ليه سميت الميه كده مركب قطبي؟ لانها فيها قطبان، قطب سالب جزئي وهو الاكسجين، وقطب موجب جزئي وهو الهيدروجين. متفقين على كده؟ يجي بقى السؤال اللي كل ولادي بيسالوه، طب هو القطبيه بتاعت الميه دي ليها ميزه؟ ليها قصه؟
طبعا طبعا، واوعى تقول غير كده. الاول تعالى، احنا معانا كام جزيء ميه؟ معانا جزيء ميه. طب هي الميه بتبقى جزيء منفرد ولا في جزيئات كتيره؟ ده في جزيئات كتيره جدا. تعالى تشوف قطبيه الميه هتخلي جزيء الميه ده يرتبط بجزيئات اخرى ازاي. تعالى نبص كده على الرسمه دي. ادي الاكسجين وادي الهيدروجين، ده جزيء الميه بتاعنا. ادي الشحنه السالبه الجزئيه وادي الموجبه. بص بقى نرسم جزيء ميه تاني هنا، برضو الهيدروجين موجب جزئي، الاكسجين سالب. جزيء ميه تاني هنا، جزيء ميه هنا تاني، جزيء ميه هنا رابع، عشان هتتكون شبكه جامده جدا دلوقتي هتشوفوها. يلا بينا نجيب بقى لون تاني كده خالص، نبعد عن الالوان دي. هات اللون الاسوديكا الحلو ده. يلا بينا تعالوا معايا يا ولادي حبايبي. دي تبقى مين؟ دي ذره اكسجين تحمل شحنه سالبه. هوبا، الحق، ده تكون بينها وبين هيدروجين جزيء اخر رابطه. لا، والمستر منقطها، اسمها الرابطه الهيدروجينيه. اسمها ايه يا مستر عبد الرحمن؟ الرابطه الهيدروجينيه. خد بالك من الكلام، نفس الكلام. الاكسجينه دي مع الهيدروجينه رابطه هيدروجينيه. طب تعالى تاني، الاكسجينه دي مع الهيدروجينه دي الموجب مع السالب رابطه هيدروجينيه. الاكسجينه السالبه مع الهيدروجين الموجب برضو رابطه هيدروجينيه. يبقى الاسود ده بنسميه ايه؟ اهو بقول عليها روابط هيدروجينيه. وده ليه اسم تاني بيسموه تجاذب قهرو استاتيكي. يا سلام يا سلام على احلى كلام. يا سلام لو معايا حد فنان ولا بنت الله اكبر عليها مركزه وجايباه تركيزها كده قدام المستر، بتقول له بص يا مستر انا مركزه ازاي؟ ازاي بقى؟ خد بالك بقى من اللي انا هقوله، لان اللي هقوله ده كلام مهم. ده جزيء الميه الواحد، الروابط اللي جواه ايه كلها؟ ايه؟ ها، برافو على اللي بيقول تساهميه. طب بين جزيء الميه والمجاورين ليه من الجزيئات، يعني انت شايف الجزيء الواحد يقدر يعمل 4 اتحادات بجزيئات ميه اهم. قال لك دي بقى روابط هيدروجينيه. تاني، يبقى جزيء الميه الواحد جواه روابط تساهميه. طب جزيء الميه مع ال4 جزيئات اللي محوطينه روابط هيدروجينيه تسمى بالتجاذب الكهروستاتيكي، مبنيه على تجاذب بين اكسجينه سالبه جزئيه ترابطت مع هيدروجين موجب جزئي. بص القطبيه بتاعت الميه الجميله خلت جزيء الميه يقدر يرتبط بمواد اخرى ازاي؟ زي جزيئات الميه اللي محوطاه، ويعمل شبكه من الروابط الهيدروجينيه الجميله. طيب قطبيه الميه ليها دور تاني، يعني عملت حاجه تانيه. نعم، خلت الميه بتغلي عند 100 درجه مئويه. نقف هنا بقى شويه. كل ولادي عارفين ان الماء يغلي عند 100 درجه مئويه. مفيش مره سالت نفسك ليه الميه بتغلي عند 100 بالظبط؟ ها، مع ان استناني بقى عندي معلومه، كل ما كتله الماده تزيد درجه غليانها بتعلى. طب هديك مادتين كده بالراحه يا رب تفهمهم ونجيبهم كده على جنب باللون الاحمر ده. ده يبقى مين؟ H2S وده H2O. حلو قوي. بيسموا مين ال H2S؟ بيسموه كبريتيد الهيدروجين. طب وال H2O؟ الميه طبعا. طيب مين اعلى كتله؟ ال H2S اكبر كتله. طب نمسح دي كده نكتبها في حته اوسع اهي، اكبر كتله. طب والميه اقل كتله. اقف هنا بقى معايا، انا بقول لك جمله بتقول كل ما الكتله بتزيد درجه الغليان بتزيد. حلو قوي. يبقى المفروض ال H2S بما انه اكبر كتله من الميه درجه غليانه تبقى عاليه. بتفاجئ يا شباب لقينا ان درجه غليان ال H2S 61 درجه مئويه، في حين ان الميه بتغلي عند 100 درجه مئويه. السؤال، ازاي الميه اقل في الكتله
والغليان بتاعها وصل ل 100 بسبب وجود الروابط الهيدروجينيه الكتيره اللي عامله شبكه عنكبوتيه جامده قوي، خلت درجه غليان الميه توصل ل 100 درجه مئويه. مع ان تاني مره بكرر، رغم ان الميه مش اكبر كتله. بص يا جماعه، كبريتيت الهيدروجين اعلى من الميه في الكتله، بس درجه غليانه 61 درجه مئويه بس. وده ليه؟ لان الميه مليانه روابط هيدروجينيه تكسرها عشان افكك الميه واخليها تغلي وتتحول لبخار يتطلب درجه تصل ل 100 درجه مئويه. ادي اول خاصيه عن الميه، ان الميه سائل قطبي يتكون من قطبين، قطب سالب جزئي وهو الاكسجين، وموجب جزئي وهو الهيدروجين. هل انت معي؟ هل انت معي؟ اولادي يلا بينا على الخاصية رقم 2. نجيب بس الأول كده نعمل علامة صح على قطبية الماء. بالمناسبة قبل ما انسى، شفتوا الهيدروجين اللي كانت من شوية خسرانة حبت تصالحني، اللي هي أقل سالبية دي، الهيدروجين الأقل سالبية اللي كتلتها 11 و11 من 100%، جايبه لي كوباية شاي عايزة تداني قدام الكل. الله، ده الهيدروجين يا شباب اللي من شوية خسر، جايب لي كوباية الشاي. نقبلها؟ نقبلها، دي مقبولة هيدروجين. وديني. الله، الهيدروجين حاطط صباعه فيها لما الدنيا خربانة. نكمل حبايبي، يلا بينا. كده انا خلصت قطبية الماء، ودي الخاصية الأولى الكيميائية اللي الناس بتصيح عليها ويقول لك صعبة. صعبة مين؟ تعالى. الماء مذيب عام. الماء مذيب عام. انتوا تعرفوا ان الميه فعليا بتدوب اغلب المواد والمركبات اللي بتدوب جواها. ما بقولش كل عشان ابقى صادق، في مركبات لا تذوب في الماء، لكن اغلب المركبات تذوب في الماء. انهي مركبات بقى؟ المركبات الايونيه، خلينا ناخدها كده باللون الازرق. الايونيه، المركبات القطبيه، كل دي مركبات تذوب في الماء. الميه يا جماعه مركب قطبي، يعني في قطب موجب وسالب، صح يا حبايبي؟ طيب هي حاطه شرط لنفسها، اذا اردت ان اذيب بداخلي ماده فلا بد ان تكون زي قطبيه او مكونه من ايونات موجبه وايونات سالبه. تاني، الميه مذيب قطبي زي ما ولادي عارفين، ولسه احنا واخدين قطبيه الميه، فيها الاكسجين قطب سالب جزئي، فيها الهيدروجين قطب موجب جزئي. الميه قايله بقى كده، يلي عايزيني ادوب اي ماده انتوا عايزينها هاتولي مركب يكون من الصفه دي، هو كمان عنده قطب موجب وقطب سالب. طب افرض جبت لك يا ميه مركب غير قطبي زي الدهون، زي الزيوت، زيت. حطيت زيت قبل كده على ميه يا ولادي؟ جرب كده، هات حبه ميه حط عليها حبه زيت، مش هيدوب. ليه؟ لان الزيوت مركبات غير قطبيه. يعني ايه غير قطبيه يا مستر؟ يعني ولا فيها قطب موجب ولا قطب سالب. لازم الماده عشان تدوب جوه الميه يكون فيها قطبين. اديني مثال، يلا بينا ناخد المثال اهو. ملح الطعام NaCl، اول ما حطيناه في الميه اتكسر وتأين او اتكسر الى نوعين من الايونات، ايونات موجبه اسمها الصوديوم وايونات سالبه اسمها الكلور. طيب هنا السؤال بقى، الميه هتعمل ايه في ال NaCl؟ هرسم لك رسمه جميله يا رب تجيبوها معايا. ال Na اهو ادي الموجب، الCl اهو ادي السالب. تابع معايا بالله عليك كده واصحى كده، اصحي بنتي الجميله. نروح للون الاحمر. بص بقى هنا هيحصل ايه، وركزوا قوي. ادي جزيء الميه، خلي بالك الاتش هنا سالب والهيدروجين موجب زي ما انت عارف. ادي جزيء الميه موجب، هنا سالب. ادي جزيء ميه موجب سالب. ادي جزيء ميه. لو حد مركز، لو حد جابها، على اولاد ايهاب السعيد بقى لو ادوها تركيز. خدت بالك ان ال Na الموجب حوطتها جزيئات ميه بس من ناحيه الاكسجين السالب؟
يعني تحس كده ان ال Na الموجب تجاذبا مع الO السالب. طيب تعال هنا بقى على الCl وناخدها باللون الاسود هنا. بص بقى، بص بقى هنا العكس، الCl سالب، عشان كده اللي حاوطها هيدروجين الميه الموجب. نفس الكلام، نفس الكلام. لو ولادي مركزين معايا، ياه لو معايا ولادي دلوقتي مركزين هتبقى الدنيا اسهل مما تتخيلوا. بص حصل ايه بقى؟ هنا الهيدروجين الموجب في الميه هو اللي احاوط الكلور، عشان برضو ده سالب وده موجب. طب هنا جزيئات الميه عملت ايه؟ فصلت ال Na عن الCl عشان ما يرجعوش تاني يرتبطوا ببعضيهم. هل اسمي ده تحلل مائي؟ لا. ليه لا يا مستر؟ لان التحلل المائي لو حصل لاي ملح لازم ينتج عنه حمض وقاعده. طب هنا ما نتجش حمض وقاعده، ده نتج Na لوحده موجب وCl لوحدها. في الحاله دي هذا لا يسمى تحلل مائي، يسمى ذوبان في الماء. لكن تحلل مائي لا. معايا يا دكتور حمزه؟ يسمى ده ايه يا دكتور حمزه؟ ذوبان في الماء. دكتور حمزه بينام، اللي هو الاكسجين لسه كسبان دلوقتي. يسمى ده ذوبان في الماء، لكن لا يعد تحلل مائي. ليه يا مستر؟ الطبيعي يا اولاد في التحلل المائي، بص كده هناخدها كمان شويه، لما اجيب ملح واحط عليه ميه، لو حصل له تحلل مائي يبقى لازم يدي قاعده وحمض. لازم يطلع قاعده ويطلع حمض. بص كده، ده ملح حطينا عليه ميه، ولا طلع قاعده ولا طلع حمض، ده طلع ايون الصوديوم وايون الكلور، يبقى ده اسمه ذوبان. يبقى الملح ده داب في الميه، ما نقولش تحلل مائيا، لان التحلل معناه انه تفاعل مع الميه فانتج معها قاعده وحمض زي ما احنا هنشوف كمان شويه. ده يسمى ذوبانا في الماء. طب وهنا الميه كان دورها ايه في الموضوع؟ فككت الملح الى نوعين من الايونات. لا وخد اللي جايه، حوطت كل نوع من الايونات حتى لا يرجع يتحد باخوه مره تانية. عزلت ال Na الموجب عن الCl السالب. وركز قوي، ركز جدا، ال Na الموجب عزلها جزيئات ماء متصله بيها من قبل الاكسجين السالب. وخد بالك الCl السالب عزلها جزيئات ماء متصله بيها من قبل الهيدروجين الموجب عشان يحصل التجاذب بهذه الهيئه. وبكده نكون خلصنا الخاصيه الثانيه، الماء مذيب عام. يتبقى ليه خاصيه جامده جدا ومهمه خالص اسمها الاتزان الايوني. نجيبها باللون الاحمر ده، الاتزان الايوني للماء. يا ترى ايه هو الاتزان الايوني للماء؟ يلا بينا نخش بقى، وعايز تركيز، وباذن الله الدنيا تبقى جميله. صلوا على النبي يا شباب، اللهم صل وسلم على النبي محمد. اوعوا تروحوا في حته، فليلا بينا. الخاصيه الثالثه الاتزان الايوني للماء. تعال معايا بس نقول كلمتين الاول عشان ولادي يفهمون. الميه يعني نسبه طفيفه جدا جدا اللي ممكن يحصل لها تأين في نسب طفيفه جدا. تعال نفترض ان النسبه دي حصلت. ادي الميه اهي، نغيرها بس نديها لون ايه ازرق حلو كده. الميه لما تأينت لقينا ادينا ايون الهيدروجين اللي بيرمز الى الحامضيه، والهيدروكسيد اللي بيرمز الى القاعديه، ولقيناهم بيساووا بعض. عشان كده الماء النقي متعادل. عشان كده الماء النقي متعادل. عارف ان ولادي هيقولوا لي يا مستر ما احنا قلنا مفيش ميه نقيه على وجه الارض. يعني انا دايما اقول الكلمه دي، ان فعلا في الطبيعه نادرا ما تجد ماء نقي، لكن احنا في المعامل بنقدر نعمله. شفت الميه بتاعت الادويه اللي بتتحط على المضاد الحيوي؟ ما انا بعرف اعمل ماء نقي اللي هو الماء المقطر. بنقدر نتعامل مع ده ونجيب ميه نقيه. الماء النقي دايما نسبه ايون الهيدروجين اللي بيؤدي للحامضيه بتساوي نسبه ايون الهيدروكسيد اللي بتؤدي الى القاعديه. خلي بالك من النقطه دي كويس جدا. طيب هنا السؤال بقى، افرض جبت ميه ودوبت فيها ملح، والملح حصل له تميؤ،
يعني ايه تميؤ؟ يعني تحلل مائي. ده غير بقى كلوريد الصوديوم اللي حصل له ذوبان، لا هنا هيتفاعل بقى، هنا هيتفاعل. هنا الاملاح تنقسم لثلاث انواع. يعني انا جبت ميه حطيت عليها ملح صلب، هيحصل كالاتي. بص بقى تعالى كده معايا. اول حاجه الاملاح المتعادله اللي هدوبها في الميه. نروح للون الاسود دي كان حلو ده. لو انا جبت ملح متعادل زي مين اهو، NH4HCO3 كربونات الامونيوم، ده ملح متعادل. عرفت منين يا مستر؟ لما حطيناه في الميه اداني بيكربونات واداني هيدروكسيد الامونيوم. ده الجانب الحامضي وده الجانب القاعدي او القلوي، الاتنين بيساووا بعض في التركيز. يعني تركيز ايون الهيدروجين بنفس تركيز ايون الهيدروكسيد. وده حمض الكربونيك اهو H2CO3، ده حمض الكربونيك مع هيدروكسيد الامونيوم. هنا لقينا ان ايون الهيدروجين اللي بيؤدي للحامضيه معادل ومساوي تركيزه للهيدروكسيد اللي بيؤدي للقاعديه. عشان كده قلنا ان الملح ده ملح متعادل، لانه انتج ايون هيدروجين تركيزه مساوي لايون الهيدروكسيد. يا رب يا ولاد يكونوا فهموها. طب تعالى افرض جبت ملح قاعدي زي مين؟ زي ده NaHCO3 بيكربونات الصوديوم، وحطيت عليه ميه لقيته بيديني هيدروكسيد تركيزه اعلى من الهيدروجين، يعني ده اكبر هنا اقل. اما هنا بيساووا بعض. هنا تركيز الهيدروكسيد اعلى من تركيز الهيدروجين، عشان كده سميت الملح ده قاعدي. ليه قاعدي؟ لان لما اتحط في ميه، خد بالك هي دي عمليه التميؤ. التميؤ بمعنى ادق هو التحلل المائي للاملاح منتجا حمض وقاعده، احدهما ضعيف او كلاهما ضعيف. تاني، يعني ايه تميؤ يا مستر؟ يعني تجيب ملح صلب قلب المستر بعيده تاني اهو، احطها جوه ميه، ينتج عن ده قاعده وحمض، لا اما واحد منهم ضعيف لا اما الاتنين ضعاف. طب امال الذوبان اللي كنا قلت عليه زي ال NaCl، لا ده ولا بيدي حمض ولا بيدي قاعده. ده ال Na بينفصل ال Na لوحده والCl لوحده، ودي حاوطوا جزيئات ميه ودي حاوطوا جزيئات ميه عشان ما يرجعوش تاني يختلطوا ببعض. ده اسمه ذوبان في الماء. اما التحلل المائي ان الملح بوضعه داخل الميه يدي حمض ويدي قاعده، واحد منهم ضعيف او الاتنين ضعاف. طب لو الملح كان حامضي زي كلوريد الامونيوم، ده اداني بقى هيدروجين تركيزه اكبر من الهيدروكسيد اللي تركيزه اقل. وبما ان الهيدروجين تركيز اكبر، عشان كده اعتبرنا ان ال NH4Cl كلوريد الامونيوم هو ملح حامضي. ليه؟ لان اداني تركيز هيدروجين اكبر من الهيدروكسيد. اقدر اقول لاولادي كده اذا تصنيف الاملاح دي تبعا لايه؟ تبعا للتحلل المائي الناتج عنهم في الميه. هل بيدوا تركيز هيدروجين وهيدروكسيد قد بعض؟ هسميه ملح متعادل. طب بيدي هيدروكسيد اعلى وهيدروجين اقل، اسميه قاعدي. طب لو كان بيديني هيدروجين تركيزه اعلى وهيدروكسيد تركيزه اقل، اسميها الاملاح الحامضيه. تعالى بقى جبت لكم كتاب الامتحان كام نقطه كده عايزين نقف عندها بكام صوره حلوه جدا نتعرف عليه الاشكال دي كلها بالكامل. ويلا بينا نشوف الشكل ده. ادي الميه اهي، الميه النقيه طبعا بتديني هيدروجين. نغير بس اللون. بتديني الهيدروجين وبتديني الهيدروكسيد، والاتنين بيبقوا قد بعض. عشان كده قلنا الماء النقي متعادل. خلي بالك من النقطة دي كويس جدا. وجينا على الأسس اللي قسمنا عليه، اللي قسمنا عليهم الأملاح. قلت لكم إن في أملاح متعادلة وضحتها، وأملاح قاعدية لسه شارحها،
وبرضو الاملاح الحامضيه دي امور لسه انا شارحها من شويه، فمش هقف عليها تاني عشان ما صدعكوش، لان الميه دي مهمه جدا. خد بالك بقى من الملحوظه اللي انا قلتها من شويه، لا يعتبر ذوبان اهو كلوريد الصوديوم ال NaCl في الماء تحلل مائي. اقف هنا كده علل، ده ما ينفعش اقول عليه تحلل مائي. ليه؟ لان الايونات الناتجه من تفكك الملح اللي هو ايون ال Na الموجب والCl السالب لا يتفاعل مع الماء. هو فعلا ما بيتفاعلش مع الميه، ده بيجي هنا جزيئات الميه تحوطه، وطبعا عارفين ان ال Na هيحوطوا الميه من عند الاكسجين، وان هنا الCl سالب هيحوطوا الميه من عند الهيدروجين، عشان يمنعوا ان الCl وال Na ما يرجعوش تاني يتفاعلوا مع بعض. لا يتفاعل مع الماء لتكوين ولا احماض ولا قواعد. ال NaCl مع الميه ولا بيعمل حمض ولا بيعمل قاعده، بل تظل ايونات الملح في المحلول دون ان ترتبط بايونات الماء. هنا ايونات الماء ارتبطت بال Na؟ لا، هي حوطتها بس. طب هنا ايونات الماء ارتبطت بالCl؟ برضه لا. خليك فاكر الحته دي لانها مهمه جدا. وادي بقى عندي كام نقطه حلوه كده الراجل ذكرهم كتر خيره عشان نوضح للناس المحترمه الفيلم ده. تعال بقى نشوف، انا لو جبت حمض ماله قوي زي ال HCl حمض الهيدروكلوريك مع ماده قويه قلويه زي هيدروكسيد الصوديوم، استناني، يبقى انت معاك حمض ماله حمض قوي ومعايا قاعده قويه. هنا بقى هيعمل ايه؟ هيعمل محلول متعادل. ما انا عندي ده قوي وده عندي قوي، يبقى النتيجه 1-1 بقى مفهومه كده، الاتنين اقوياء. وهنا يبقى تركيز الهيدروجين بيساوي تركيز الهيدروكسيد، الاتنين زي بعض. طب تعال، لو انا بقى معايا حمض قوي HCl بس معايا ماده قلويه ضعيفه هيدروكسيد الامونيوم او الالومنيوم، انا اسف Na او NH4، هيديني ايه؟ هنا مين يكسب؟ هنا الحمض يكسب، يبقى المركب هيطلع حامضي، لان دايما المركبات الناتجه تبع للاقوى، وهنا الاقوى حمضي. ده لان تركيز ايون الهيدروجين اكبر بكتير من تركيز الهيدروكسيد. اعكس، ما هي الايام يا صديقي مش ماشيه على نفس المنوال، القوي مصيره يضعف والضعيف باذن الله يقوى. تعالى عندي حمض الكربونيك الضعيف مع هيدروكسيد الصوديوم القوي، هنا القاعده هي اللي هتكسب، يبقى تركيز ال OH هو اللي هيبقى اكبر من تركيز ال H. كل دي امور وضحناها من شويه، بس حبينا نحط امثله تانية بالايد ولادي. تعالى لي بقى هنا يا نور العيون وجميل الملامح وركز معايا لكل اولاد ايهاب السعيد. يلا بينا بقى على يعني ايه اس هيدروجيني اللي هي اسمها البي اتش. كل طلبه العلم باذن الله، الناس اللي ان شاء الله ناويه على المسارات العلميه سواء الطبيه او الهندسيه، هتستخدم كلمه بي اتش دي مع الكيمياء كتير ومع الاحياء برضو، خلي بالك، فانت محتاج تفهمها من سنه اولى. ركز، البي اتش اللي هو مين؟ يعني ايه؟ يعني ايه القص هيدروجيني؟ ايه هو الرقم البي اتش؟ اولا هو مقياس كمي يعبر عن درجه الحامضيه او التعادل او القاعديه للسائل او المحلول. ما هو السائل او المحلول حاجه من ثلاثه ومفيش كلام تاني، لا اما سائل متعادل، لا اما حامضي، لا اما قاعدي. هاتها تاني، لا اما متعادل، لا اما حامضي، لا اما قاعدي. هي فيها كلام؟ هي فيها رابع؟ يبقى لا اما متعادل، لا اما سائل حامضي، لا اما سائل قاعدي. طب حامضي نسبه لكثره ايون، ها برافو عليك، الهيدروجين. طب ولو قلت قاعدي، ها نسبه لكثره ايون الهيدروكسيد. طب لما اقول متعادل يبقى نسبة الهيدروجين الموجب مساوية للأو اتش السالب، والاتنين قد بعض زي الماء النقي. جميل جدا جدا جدا. طب بناخد له قيم من كام لكام؟ من أول 0 لغاية 14. تعال نوضحها فوق كده. دي كام؟ 0 وهنا 7 وهنا 14. من 0 لغاية قبل ال7 بحاجات بسيطة حامضي. من 7 من بعد ال7 لغايه 14 قاعدي. اما ال7 يبقى ايه؟ يبقى متعادل. يبقى لما اقول لي اصل هو مقياس كمي يعني كميه، لما اقول ان انا معايا سائل البي اتش بتاعه 3، 3 دي فين؟ 3 دي واقعه هنا، يبقى ده نوعه ايه السائل؟ حامضي. برافو. طب انا معايا سائل تاني البي اتش بتاعته 10، 10 يعني هنا،
يبقى ده قاعدي. طب معايا سائل بي اتش 7 زي الماء النقي مثلا، اقول عليه ده سائل متعادل. مركزين كده حبايبي؟ يلا. يستخدم مصطلح الرقم الهيدروجيني على نطاق واسع. انا لسه قايل لكم ان احنا هنحتاجها، سبحان الله، قايل لكم هنحتاجها في الكيمياء، في الاحياء، وفي الزراعه طبعا. في تربه حامضيه، في تربه قاعديه، بتفرق النباتات وهي بتتزرع، ما مش اي تربه تنفع لاي نبات. الكلام ده كله باذن الله في الكليات تاخدوه بالتفصيل حبايبي. تابع معايا كده يلا. يعتمد التوازن طبعا، انا لسه قايل، بين الحمض والقاعده في الميه على ده وده. لو كانوا قد بعض بقى متعادل. الهيدروجين اكتر من الهيدروكسيد حامضي، طب الهيدروكسيد اكتر من الهيدروجين قاعدي. موضوع منتهي، وده احنا قايلينه كتير يعني. طيب، ويمكن تقسيم المحاليل اهو بالنسبه لنا اهو، سبحان الله بنقولها وهي موجوده، وتعالوا نشوفها بالشكل الجميل. المحلول القاعدي اكيد هيبقى الاو اتش اكبر من 7. المحلول الحامضي هيبقى الاتش اقل من 7. طب والمتعادل هيبقى طبعا الاتنين قد بعض زي ما انتم شايفين كده. يبقى لازم نفهم زي ما انا قلت لاولادي، من 0 لغايه 7 حامضي، 7 ذاتها متعادل، من بعد ال7 ل 14 قاعدي. طب تعالى اهو بص كده، بس هو طبعا هنا بادئ من الشمال لليمين عشان جايبها باللغه الانجليزيه يعني. ادي من 0 اهو، امشي 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 لغايه هنا، كل ده حامضي. طب وده متعادل. طب من اول هنا امشي 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 لغايه 14، كل ده يا جماعه قاعدي. خد بالك تركز قوي في الحته دي. انا باجي كده نسبه القاعديه بتزيد، باجي كده نسبه الحامضيه بتزيد. يعني ايه؟ يعني هديك مثال يا رب ولادي يكونوا فاهمين. انا معايا محلولين، واحد البي اتش 1 والتاني البي اتش 4، الاتنين واقعين في الشق الحامضي، انا معاك، بس مين اكثر حامضيه؟ برافو على ابني اللي قال 1، برافو. طبعا لان كل ما اجي كده نسبه الحامضيه بتزيد، عدد الهيدروجين بيزيد. تعالى المثال برضو، معايا سائلين، واحد البي اتش بتاعته 9، التاني 12، مين اكثر قاعديه؟ برافو، الاجابه 12، مع ان هما الاثنين في منطقه القاعدي او المحلول القاعدي، بس انا كل ما امشي الناحيه دي نسبه القاعديه بتزيد. عامله كده، بصوا شطر الفراعنه زمان علمها بالعلامه دي. ايه رايك كده في المنظر ده اهو؟ انا عارف ان الناس هتقطع ده ويعملوا سكرينات وحوارات وافلام، لكن انا مش مهم، انا يهم ولادي يفهموني. بص كده، اللي واقف في النص ده المتعادل، اجي كده الحامضيه تزيد، اجي كده القاعديه تزيد، اقف كده المتعادل اللي هو تساوي نسبه الهيدروجين مع الهيدروكسيد. جميل، نشاط عملي جميل عشان نشوف البي اتش في مسائل مختلفه من العينات المختلفه. بجيب ميه من بحر ونهر ومياه ابار، ادي 3 مصادر ميه، واجيب جهاز بيقيس الاس الهيدروجيني بدقه، واجيب اكواب للعينات، اكيد الميه دي مش هشيلها في ايدي، واجيب ماء مقطر للمعايره، الماء المقطر اللي هو الماء النقي اللي البي اتش بتاعه 7 المتعادل، واجيب ساق تقليب اللي بيقلب، ومناديل ورقيه. جميل. اجراء النشاط في حاله استخدام جهاز الرقم الهيدروجيني اللي هو ده اهو، بيطلع لي البي اتش على طول، حتى هو اسمه جهاز البي اتش اهو. قم بمعايره الرقم الهيدروجيني وفقا لتعليمات الشركه المصنعه باستخدام الماء المقطر، ثم جفف باستخدام المناديل. انا الاول بحطه في الماء المقطر عشان اتاكد ان هو جايب لي البي اتش بتاعه، ثم انشف بالمنديل، ثم احطه بقى في ماء نقي، الماء قصدي البحر، ثم ماء الترعه، ماء النيل، العينات اللي احنا جايبينها. هنا نفس الكلام بس عن طريق شرائط. جميل. اعداد العينه، قم بترقيم الاكواب، يعني انا الكوب الواحد رقم 1 كوبايه رقم 1 يعني فيها نهر نيل، ماء نهر نيل، كوبايه 2 ميه بحر، هكذا يعني. وطبعا اللي هتقيس عليها البي اتش. ضع بكل كوب كميه صغيره من عينه مختلفه من الميه، كل كوب بقى، الكوب 1 حط عينه نهر نيل، الكوب 2 عينه بحر، وهكذا. طبعا انا بقول اختيارات من عندنا يعني، لسه هنشوف هو جابها ازاي يعني. اخبر القطب الكهربائي الخاص بالجهاز اللي هو الجهاز بتاعنا، نحطه جوه جهاز الميه، سجل القرايه
وهنشوف التسجيلات القرايه. هنا بيتكلم لو انا بعمل اشرطه اللي هو الشريط مش الجهاز، يعني ده نفس الطريقه بتاعت دي بس عن طريق الاشرطه. بص هنا الشريط لو العينه قاعديه هتدي اللون ده، العينه المتعادله بتدي اللون الاخضر، العينه الحامضيه كل ما بروح للاحمر نسبه الحامضيه بتزيد زي ما انتم شايفين. طيب هنا طبعا بارقام لان الجهاز بيجيب ارقام، يا لما يجيب لي رقم اكبر من 7 قاعدي، لما يجيب 7 ده متعادل، اقل من 7 حامضي. كل الكلام ده كلام حمضان كتيان احنا لسه سامعينه، سهل يعني. تعالى لي بقى في اللي يهمني، يلا بينا بقى نشوف الماء المقطر والماء النقي الأس الهيدروجين بتاعهم 7. ده معناه ان ايون الهيدروجين بيساوي ايون الهيدروكسيد. واضحه؟ كمل. طب ماء البحر خد بالك بقى المفاجاه، لقينا ان البي اتش بتاعه من 7.5 ل 8.4، يبقى ده معناه ان الاو اتش هنا اكبر من الهيدروجين. صح كده، بدليل ان هو راح للشق القاعدي. طيب الماء العذب الانهار من 6.8 ل 7.8، يعني هو في اواخر الحامضيه بدايه القاعديه، اواخر الشق الحامضي بدايه الشق القاعدي. طب البحيرات، لا البحيرات كلها تشمل قاعديه لانها بادئه من 7.3 عدت المتعادل. فاهمين يا شباب؟ يعني الاو اتش هنا هتبقى اكبر شويه. طيب الميه الجوفيه من 6 ودي نهايه الحامضيه ل 8.5 بدايه القاعديه، يبقى ينفع تبقى حامضي وينفع تبقى قاعدي. يعني الميه الجوفيه في مياه جوفيه الحامضيه فيها 6 يبقى ده جزء حامضي، في مياه جوفيه قاعديه 8.5 وطبعا بينهم المسافه تنفع يعني. السحب بقى، السحب من 4.5 ل 5، ده معناه ان الهيدروجين هو الاكبر من الهيدروكسيد. وده يا جماعه نظرا، ودي نقطه مهمه، الميه اللي بتنزل من السحب مطر حامضي، وده مطر ناتج لان دخان المصانع والسيارات طلعت تحت ببخار الميه، ما بقتش ميه نظيفه. جرب كده تبص على الهدوم اللي بيبقى لونها ابيض فاتح اللي نزل عليها المطر لمسافه بتصفر وبيبقى ليها ريحه كمان، ده لان الميه اللي نازله ميه حامضيه جايه من عوادم سيارات ودخان مصانع طلعوا اتحدوا ببخار الميه. الواد اللي بيفتح بقه كده هو والبت اللي شايفهم اهو عشان لما الميه تنزل قال يعني بيشرب ميه المطر. يا منكوس انت وهي بتشربوا مياه مطر حامضيه، اوعى ياض المطر ده يدخل جواك. بنتي الجميله، ولادي، بالله عليكم مفيش شرب ميه مطر. كلام واضح؟ طيب مياه المناجم من 3 ل 4 طبعا حامضيه ما فيهاش كلام، هنا الهيدروجين اكبر من الاو اتش. طبعا القيم دي يا شباب عايز اقول انها قيم تقريبيه بتختلف تبعا للبيئه وتختلف تبعا لطبيعه نشاط الانسان في هذا المكان. تعال نعمل ايجاز لخصائص الماء. اول حاجه واول خاصيه، الماء مركب قطبي لان الاكسجين فيه يحمل شحنه سالبه جزئيه، الهيدروجين شحنه موجبه جزئيه لان الاكسجين بيسحب الكترونات الرابطه لاطول فتره. ترتبط ذراته برابطه رابطه تساهميه احاديه اهي، دي بتشارك بالكترون ودي الكترون ودي الكترون ودي الكترون. يغلي عند 100 فعلا بسبب ايه؟ بسبب الروابط الهيدروجينيه اللي بتربط جزيئاته ببعضها. يوجد في حالات الماده الثلاث ده قايل لنا قبل كده صلب سائل غاز، مذيب عام لمعظم المواد بشرط انها تبقى مواد قطبيه ايونيه. اوعى تنسى ان كتله هيدروجين 1، الاكسجين 8، وده لان الاكسجين زي ما قلنا قبل كده 88 و89 من 100%، اما الهيدروجين 11 و11 من 100%. ترتبط جزيئاته ببعضها بروابط هيدروجينيه، وهو ده اللي خلى الماء يغلي عند 100 درجه مئويه، وقلت الكلام ده قبل كده. متعادل اللي هو الماء النقي، وده لما يكون في صوره نقيه لان هيون الهيدروجين
بيساوي ايون الهيدروكسيد. يكون مع الاملاح محاليل حامضيه لو كانت الهيدروجين اعلى، او قاعديه لو الاو اتش الهيدروكسيد هي الاكثر تركيزا، او متعادله لو كان نسب الهيدروجين بتساوي نسب الاكسجين. يا رب نكون وفقنا في صياغه درسنا النهارده اللي كان بيتكلم وما زال عن حاجه مهمه جدا اسمها الخواص الكيميائيه للماء، اللي كان معمول عليها فيلم وحفلة. يا ترى هي صعبة؟ يا ترى هي سهلة؟ يا رب نكون وفقنا فيها. هنا بقى نقطة لأولادي اللي عايز يطبق ويحل ويشوف أسئلة وأفكار وتركات الدرس، أنا مستنيك على جروب بسطتها لك عشان نقدر ناخد أكبر قدر ممكن من الأسئلة بإذن رب العالمين، ونحل مع بعض ونكون جاهزين بفضل الله. أبطال إيهاب السعيد قد أي تحدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.